بسم الله الرحمن الرحيم حبايبنا طلاب الصف الثاني الإعدادي في كل أنحاء الجمهورية. هنشتغل النهاردة مع بعض مراجعة شاملة وكاملة على نص المنهج بتاع الترم التاني، يعني هنراجع على الوحدة السابعة والثامنة والتاسعة. ركز كده معايا عشان المراجعة دي مهمة جدا و let's get started. هنبدأ مع بعض بإيه؟ بالديالوج. هنا في الديالوج الأولاني بيقولك منى is talking to هبة about school rules. منى وهبة بيتكلموا مع بعض عن قواعد المدرسية أو القواعد في المدرسة. فمنى بتقول لهبة إيه؟ Welcome to my preparatory school. We have many rules that help keep the school safe and respectful. تقول لها احنا عندنا شوية قواعد كده مخلية المدرسة في أمان وجو فيها جو من الاحترام وكده. respectful يعني محترم. اوكي؟ فقالت لها really what rule do you think is the most ايه القاعدة اللي من وجهة نظرك is the most كذا. قبل ما احل دي يا جماعة هتبصي لي لتحت شوية. فمنى قالت I think the dress code is very important. اعتقد ان الدريس كود اللي هو اللبس الموحد ده هو بيكون مهم جدا because students must wear the school not every day. يبقى انا هحط فوق هنا ايه الكلمة دي اللي اسمها important. مهم. ايه اكتر حاجة مهمة بالنسبة لك؟ فقالت لها كذا كذا must wear the school ايه بقى؟ uniform، لبس المدرسة. فهي بقت لها that makes sense. I also try to follow the classroom rules. أنا بحاول إن أنا أتبع قواعد الفصل especially خاصة raising my ونقول raising my hand before speaking، إن أنا أرفع إيدي قبل ما أتحدث. فمنى قالت لها yes and in the library we must be quiet and return every book on the table. أرجع كل كتاب على الترابيزة. فقالت I agree good behavior. عندك behavior هنا معناها يا جماعة سلوك. ده سلوك كويس جدا. really makes the school better for everyone. ده بيخلي المدرسة كويسة لكل حد. اوكي، نيجي بقى على الديالوج التاني. علي is talking to هاني about their school. علي وهاني بيتكلموا على مدرستهم. فعلي بيقول how are you؟ ازيك؟ قال I am pretty good أو I am good thanks. فعلي قال له what time not school start؟ فقال له it starts. خلي بالك هنا الزمن مضارع بسيط والفعل هنا في اسم. what time does school start؟ فقال له it starts at 7:30. we not 8 periods a day. احنا بناخد كام حصة؟ 8. يبقى we have 8 periods a day. فبيسأله سؤال. فعلي قال له right كويس and not is our first lesson today. فبيسأله سؤال بيقول له ايه أول درس عندنا؟ فهو قال له ايه English. يبقى أنا عايزة ايه أداة استفهام بتدل على كده اللي اسمها what. هتبقى what's our first lesson today. فقال له it's English don't forget your notebook. قال sure by the way we mustn't use phones in class. فقال له exactly بالظبط كده good students always follow the rules. تعالى كده بقى في number 2. بيقول لك read and complete the text with the words. نغير اللون. بيقول لك ايه؟ جايب لك شوية كلمات حلوين هنا. allow يعني يسمح، respect يحترم، respected محترم، forbidden ممنوع، always الممرات. بيقول لك هنا ايه بقى؟ behavior rules يعني قواعد السلوك are important at any school. تكون مهمة جدا في كل مدرسة. students must not teachers and each other. الطلاب لازم يعملوا ايه؟ طبعا respect يحترموا المدرسين و each other. avoid هنا يعني يتجنب. running in the يجروا فين؟ طبعا اللي هي الممرات. and help keep the school clean وبيساعدوا كمان في نظافة المدرسة. cell phones are not in class. مش مسموح بيها. يبقى are not allowed. and eating or drinking inside classroom is الأكل والشرب طبعا إيه؟ forbidden. موضوع سهل جدا وبسيط. نيجي بقى على question تاني.
بيقول لك هنا إيه، شوية الكلمات اللي عندنا organize ينظم، wisely بحكمة، organized منظم، prepare يجهز، important مهم. A timetable shows the subject for each period and helps students know what to bring. هما هيجيبوه bring يجيبوه and when to be ready وإمتى يكونوا جاهزين. Having a timetable طبعا احنا بنتكلم عن جدول دراسي أو جدول مدرسة is very نقط بيكون طبعا إيه is very important. It keeps students بيخلوا الطلاب نقط and helps them manage their time بيخلوهم organized and helps them manage their time wisely خلوهم يديروا وقتهم بحكمة. For example, if you have science first لو انت عندك علوم في الأول you bring your lab book and coat والكود بتاعك. If you have art later لو عندك رسم بعد كده you know out your colors you ايه you prepare بتجهز ألوانك and brushes. Teachers also follow the timetable برضو المدرسين عندهم جدول so every subject gets enough time علشان كل حصة أو كل مادة دراسية يكون لها الوقت الإيه المحدد ليها. ندخل على اللي بعد كده بيقولك هنا إيه pride library sneakers uniform proud. مش هترجمهم وشوف انت هتحل معايا ازاي. At my school في مدرستي students must follow the dress code classroom rules behavior rules and نقط rules طبعا library rules. The dress code requires students to wear the school uniform. سهل أوي القطعة دي على فكرة مش هترجمها. Every day school uniform every day jeans and jeans وإيه sneakers aren't allowed. It's also important to keep uniforms clean and tidy to show not in the school to show pride. اوكي نيجي بقى على شوية اختيارات حلوين من كتاب التقييمات طبعا حاجات مهمة جدا يا رجالة. بيقولك ايه My school has rules that help create a safe and not learning environment. Respect respecting respects يبقى respectful. Number 2 At school students must follow لازم يتبعوا the نقط code classroom rules behavior rules and library يبقى the dress code. Number 3 بيقولك keeping school uniforms clean and tidy shows نقط in the school. show ايه بقى proud pride disorder chaos هتكون pride. Number 4 students must arrive at school لازم يوصلوا المدرسة نقط time. This is an important school rules. يوصلوا المدرسة في الوقت المحدد يبقى عايزين حرف جر ايه؟ أيوة on برافو عليك. Number 5 One important school rules is that students should not their hands before speaking. يعملوا ايه؟ يرفعوا ايدهم قبل التحدث. فين يرفع هنا؟ raise rise arise arouse طبعا raise. Number 6 نقط school day helps students feel confident بيخليهم يحسوا بالايه بالثقة. ايه ده بقى good planned school good planning well planned هتكون well planned school day أو well planned school day يعني يوم دراسي منظم جدا. Number 7 My brother always not his bag before going to school. دايما بيعمل ايه raises his bag takes prepares disorder. طبعا بينظم شنطته أو بيجهز شنطته قبل ما يروح المدرسة. Number 8 Students cannot part in after school activities. play part to go take part to leave part. أيوة يشارك يعني ايه take part in. تحفظ يا جماعة الفريزال verbs دي تتحفظ كويس جدا.
اوكي، نيجي على number 9. students should، الطلاب لازم نقط their school rules. يعملوا ايه بقى؟ follow, disobey, ignore, take. يبقى follow. number 10. not means in a way that works well and produces good results. carelessly يعني بقى ان انت تشتغل كويس وتقدم نتائج كويسة. produce good results. هتكون ايه بقى؟ carelessly, effectively, quickly, sadly. هتكون طبعا effectively اللي هو بطريقة فعالة. number 11. to control or direct something successfully is to not it. عشان توجه حاجة بطريقة ناجحة جدا. to organize, destroy, beg, disobey. طبعا organize اللي انت بتنظمها. غير اللون. number 12. having a school timetable helps everything at school to not smoothly. school to play, give, run, leave. طبعا run smoothly إن الحاجة تمشي بطريقة مرنة. number 13. at my school the school day not at 7:30 a.m. and finish at 2:30 p.m. طبعا ايه من غير ما افكر starts. 14. having a timetable helps students stay not and manage their time wisely. لسه عاملينها. stay organized. stay ايه organized يكونوا منظمين. number 15. I usually not my notes with my friends on the school bus. دايما بعمل ايه مع اصحابي في السكول باص؟ review, neglect, delete, back. طبعا review my notes، براجع النوتس بتاعتي مع اصحابي. number 16. school not at 3 p.m. every day. بتعمل ايه بقى؟ dresses and start disorder. طبعا end الساعة 3 مش بتبدأ. 17. the way someone acts، طريقة تصرف الناس especially towards other، خاصة يعني تجاه الآخرين is his ايه؟ من غير ما أقرأ طبعا السلوك behavior. 18. eating in the classrooms is totally، الأكل في الفصل totally ايه؟ allowed, permitted, forbidden, taken. طبعا forbidden. احفظ لي الكلمات المهمة دي يا جماعة، مهمة جدا. 19. jeans and من غير ما أكمل sneakers. jeans and sneakers are not allowed according to the dress code. 20. instructions that tell people، التعليمات اللي بتخلي الناس أو بتقول للناس what they must or mustn't do are called، حاجات بقى إيه اللي هتعملها المفروض تعملها والمفروض ما تعملهاش، اسمها إيه بقى؟ rules. شاطرين. 21. students should have good manners at school to create a نقط atmosphere. طبعا وانت مغمض positive atmosphere. دي الكلمات دي يا جماعة حافظينها على بعضها كده، يعني جو إيجابي. number 22. sometimes students stay after school for نقط activities. for activities هتاخد ايه؟ doing, leaving, packing, picking. doing. 32. timetables help students manage their time، لسه قايلها دلوقتي من شوية wisely. number 24. The Jungle Book is a collection of tales that mix adventure with not lessons. طبعا كتاب الغابة بيكون مجموعة من القصص الصغيرة كده مخلوطة بالادفنتشر اللي هي المغامرات with moral lessons, science, biology, geography. طبعا احنا عايزين مش مادة دراسية، عايزين هو ايه moral lesson يعني دروس مستفادة أو دروس أخلاقية مستفادة. تعالى بقى على 25. نغير اللون بس معانا كده. okay. في 25 people should stand نقط against any corruption. stand alone, behind, firmly ولا carelessly. طبعا stand firmly against بيقفوا بكل قوة ضد. corruption يعني يا جماعة الفساد. number 27. the note of our school says that we should all follow the school rules. the worker, principal, painter, plumber. هتكون principal اللي هو المدير بتاعنا. number 28.
My school always not us to wear the correct uniform. always forget, destroys, reminds, remember. لا يذكرنا يعني ايه reminds us to wear. في 29 students could have a not study period after school to do their homework. Have a fixed study period. Fixing fixes. احنا عايزين صفة وهي هتكون fixed study period يعني ثابتة، يعني حصة ثابتة، حصة دراسة ثابتة. Number 30. Some schools make a chart هنا يا جماعة يعني ايه chart يعني لوحة أو رسم بياني which they show the daily timetable and class noises, duties, mistakes, punishment. خلاص duties طبعا duties الواجبات الايه بتاعت الفصل. 31 having PE before lunch would make students more active and PE اللي هي حصة التربية البدنية more active and not after the break. wasteful, lost, focused, noisy. active و focused يا جماعة ناشطين ومركزين. 32 students must wear the school not every day طبعا uniform. 33 a school not shows the subject for each period. It shows your classes for each day. بيوريك المادة الدراسية بتاعت كل ايه بتاعت كل حصة طبعا هي وايه time table. Number 34 in the classroom students should raise their من غير ما أكمل their hands before speaking. 35 we enjoy doing scientific not in the science lab. rules experiment uniforms timetable طبعا number B experiment اللي هو التجارب العلمية. Number 36 students must wear their school طبعا uniform قرار تاني يلبسوا اليونيفورم بتاعهم كل يوم في المدرسة. 37 students should not all school rules. should ايه follow ولا do ولا borrow ولا write follow طبعا. 38 we borrow books and study quietly in the school. uniform experiment timetable library طبعا مكتبة. نيجي بقى على آخر مجموعة نغير اللون بيقولك ايه بقى we add the suffix بنزود suffix a to the verb enjoy to make an adjective طبعا enjoy ly meant able هنختار able enjoyable. 40 to get the noun of the verb instruct we add the suffix ion instruction التعليمات. 41 the word not means long narrow passage in the building hallway ممر. 42 the synonym of the word forbidden المعنى بتاعها والمراد بتاعها ايه allowed لا طبعا tidy banned enjoyable طبعا banned محظور. 43 the antonym of the word tidy عكس بقى tidy is clean calm untidy quiet طبعا untidy. 44 students should arrive not school early. arrive بقى school هتاخد on in at to تبقى at. the synonym of the word enjoyable معنى enjoyable is boring لا طبعا fun quiet unproductive طبعا enjoyable معناها fun. 46 the antonym of the word quiet is عكسها بقى calm tidy noisy useful طبعا noisy. في right هنا جايب لك مثال في الأول تعمل زيه. احنا هندخل على رقم 2 على طول. It's important to organize your time wisely. قال لك استخدم ايه should. بص يا سيدي في should هنا جاية تشيل ايه جاية تشيل it's important to وقف لي كده عند مين عند الفعل الأساسي أو الفعل في المصدر وهتبدأ طبعا ب you والكلمة اللي جايبها لك should you should والفعل الأساسي organize your time وأكمل عادي خالص wisely. okay في number 3
I advise you to study for the exam. قال لك استخدم should. طبعا شيل I advise you to وحط you should study for the exam. سهلة. 4. If I were you, I would make a study plan. قال لك should. طبعا هو معلم لك عليها اهو. شيل كل ده واكتب you should make a study plan. 5. My advice is to have a study timetable. قال لك استخدم should. شيل كل ده. قول you should في الأساسي have a study timetable. 6 بقى جايب لك اهوت واحدة محلولة هناخد 7 على طول. Don't talk while the teacher is working in class. قال لك استخدم shouldn't. كل اللي هعمله هشيل don't واحط you shouldn't وفقط. الفعل الأساسي اللي هو talk while وأكمل عادي جدا. طيب number 8 shouldn't وقال لك I advise you not to. هشيل كل ده وكل اللي هحطه you shouldn't والفعل الأساسي talk وأكمل جملتي عادي loudly وأكمل. number 9 don't forget ما تنساش to check your timetable every morning إن أنت تفحص كده وتشوف جدولك كل يوم الصبح. قالك remember هشيل don't forget لأن هي بتساوي كلمة إيه؟ remember تذكر من عكس بعض. حلو كده. to وأكمل عادي خالص check your timetable every morning. ندخل بقى يا شباب على revision unit 8. فنقابلنا أول حاجة طبعا الايه الديالوج. فهنا الديالوج between عادل and هاني. عادل is talking to هاني about video games. عادل وهاني بيتكلموا مع بعض عن الفيديو جيمز. فعادل بيقول له many people think video games just for fun but scientists العلماء believe يعتقدوا ان الجيمز can make you هتجعلك ايه كذا. فقال له really how can games help us with that. ازاي الجيمز هتخلينا كده. يبقى منطقي ان هو هتجعلك smarter اكثر ذكاء. فقال له بجد طب هيحصل كده ازاي. فقال له certain games like puzzle زي الايه الالغاز and brain training games والالعاب اللي بتعتمد على تدريب المخ improve بيحسنوا ايه بقى improve حاجه and problem solving skills ومهارات حل الايه المشكلات. ممكن ايه connection improve connection التواصل. اوكي وهاني قال له that sounds useful يا له من شيء نافع. so teachers actually use games in ايه طبعا هيستخدموا الجيمز فين في الكلاس rooms to make learning more interesting عشان يخلوا التعليم أكثر متعة. فعادل قال له yes but experts الخبراء warn يعني يحذر that not all games are educational هي تعليمية. بيحذروا إن هما مش كل الجيمز تعليمية. you need to choose not carefully to choose them إن أنت تختارهم أو to choose games. ممكن نكتب them وممكن نكتب games أي واحدة من دول تنفع. أوكي ندخل على البوكس read and complete the text with the words in the box. نغير بقى اللون. يلا بينا. في البوكس عندك كلمة shy interesting having smarter important. أنا مش هترجمهم وحاول تحل معايا كده قبل ما أنا أجاوب. فبيقول لك many teachers الكثير من المدرسين now use games in their classrooms بيستخدموا الجيمز في الكلاس rooms
students learn better. طلاب يتعلموا أفضل when they are not fun. when they are عندك are يبقى أنا عايزة verb مضاف له ing أهوت when they are having fun. Games can make difficult subjects like math and science more نقط بيخلوهم بقى ايه الحاجات الصعبة دي بيخليها ايه more interesting أكثر متعة أهيت أحطها هنا interesting. also help نقط students participate actively in lessons. also help ايه بيخلوا shy students اللي هم الطلاب الخجولين انهم يشاركوا بفاعلية في الدروس. so can games make you ممكن تخليك ايه make you ايه smarter. ايوه smarter ممكن تخليك smarter أكثر ذكاء. the answer seems to be yes if you choose the right games. لو انت اخترت بقى الألعاب الصح and don't play too much وما تلعبش كتير هتكون smarter طبعا. اوكي ندخل على number 2. بيقولك ايه في الكلمات اللي عندي creative, values, imagine, speaking, creation. هنا بيقولك stories هنتكلم عن القصص are powerful tool يا لها من ايه من أداة قوية جدا in smart learning. so through stories من خلال قصص students learn about بيتعلموا ايه بقى نقط emotions and culture. طبعا بيتعلموا values. they also practice listening, reading and نقط skills وكمان speaking. good stories make lessons more meaningful. meaningful هنا يعني ذات ايه ذات معنى. and help students يساعد الطلاب نقط and empathize with others التخيل وانهم يكونوا متعاطفين جدا مع others. together singing and storytelling turn classrooms into نقط spaces full of learning and joy. طبعا بيخلي الحاجات دي creative spaces أماكن أو مساحات إبداعية spaces full of learning and joy. نيجي بقى على رقم 3. هنا عندك culture, memorize, positive grammar. ركز كده معايا علشان تحل لوحدك قبل ما احل. today في اليومين دول schools around the world المدارس حول العالم are moving بيتجهوا بقى فين toward smart learning. حلو كده. this modern way الطريقة الحديثة دي of education في التعليم education يعني تعليم uses digital tools أدوات رقمية songs and stories to make lessons more exciting عشان يخلوا lessons أكثر متعة وكده. singing is not only fun مش بس للمرح it also helps with نقط and pronunciation. طبعا helps memorize إن هو يساعد على التذكر وكمان النطق الصح. when students sing educational song لما الطلبة تغني أغاني تعليمية they remember vocabulary and طبعا grammar بيتذكروا الفوكابس والgrammar more easily. stories are another powerful tool in smart learning. كمان القصص دي أداة قوية جدا للسمارت learning. through stories students learn about values بيتعلموا قيم emotions والمشاعر and نقط ايه كمان خدنا دي نقول culture تعلموا كمان ثقافة البلد. teachers often use songs and stories to create a نقط atmosphere. طبعا positive atmosphere اللي هو جو إيجابي. حلو كده. in the classroom where learning is enjoyable هنا يعني ممتع يخلي التعليم في الحالة دي ممتع جدا. ندخل بقى على على شوية choice. يلا بينا. number 1 يقولك نقط means related to the mind and thinking حاجة كده متعلقة بالعقل والتفكير. طبعا emotional ولا mental physical ولا practical طبعا mental.
My sister is so not that she can't speak in front of strangers. طبعا shy متعرفش تتكلم قدام حد غريب. Number 3. Our school invited famous science not to talk to the students. Experts, workers, students, advances. طبعا experts يعني خبير علمي. Number 4. Recent research الأبحاث الأخيرة shows that certain games can not concentration إن الألعاب مالها destroy, release, launch, improve. طبعا improve بتحسن Number 5. The games that not fun with education are the best learning ones. The games that complete fun, combine, complain, and conclude. طبعا combine fun اللي هي بتحتوي على المرح مع التعليم بيكون ده أفضل طريقة للتعلم. Number 6. Video and interactive games support يعني يدعم. support يعني يدعم the lessons and don't not the students. Don't distract, trick, annoy, amaze. طبعا distract يعني يشتت. Number 7. My teachers encourage shy students. مدرسين بيشجعوا الطلبة الشاي. يعني shy يا مس؟ يعني الخجولين. To not in different activities. to إيه بقى؟ يشاركوا طبعا صح؟ Go, participate, prepare, order. طبعا participate. Number 8. Some teachers choose short and not activities to help students practice their lesson. بعض المدرسين بيختاروا short and activities. focus, focusing, focused, focuses. هيكون طبعا focused اللي تكون مركزة أو الأنشطة اللي تكون مركزة. في number 9. Teachers need training to use technological not effectively. بيحتاجوا تدريب علشان الاستخدام بقى؟ hands, tools, advice, experts. طبعا technological tools الأدوات التكنولوجية. Number 10. Smart learning uses في التعلم الذكي uses not told songs and stories to make lessons more interesting. طبعا لسه واخدينها من شوية هتكون 11. Through smart learning students not ideas in an interactive way. يعني ايه miss interactive way؟ يعني طريقة تفاعلية. طريقة تفاعلية. يبقى students repeat, destroy, explore, clean. بيعملوا ايه بقى؟ explore بيستكشفوا أفكار جديدة بطريقة تفاعلية. Number 12. Listening to educational songs improves focus and builds. بتبني بقى التركيز وبتبني ايه بقى؟ بتبني focus and builds confidence والثقة. احنا عايزين هنا خلي بالك احنا خدنا ليه confidence عشان دي noun بتبني الثقة. حلو كده. يلا بينا على 13. To understand others feelings is to انك تفهم الآخرين ده بقى to enable empathize emphasize empty. طبعا empathize يعني تكون متعاطف معاه. Number 14 بيقولك ايه a not thing has real importance or purpose. a wasteful thing, careful, playful, meaningful. طبعا meaningful حاجة ذات معنى لها أهمية وهدف. طيب 15 some students enjoy group activities but others prefer not tasks. quite practical, manual, technical. طبعا هتكون quite أهدى. 16 using songs helps students repeat new phrases naturally without feeling not or anxious. طبعا feeling bored من غير ما يشعروا بالملل. Number 17 not means focusing your mind on one thing. تركز كده على حاجة واحدة. ده اسمه calculation, cancellation, concentration, correction. طبعا concentration. 18 using interactive apps doesn't not the students. طبعا doesn't distract مش بتشتت. 19 to not part 10 لسه حليناها من شوية. an activity is to participate in it. يبقى to take part in. take part in يعني يشارك فيه بتساوي كلمة participate in it. ندخل على 20
although بالرغم من educational games الألعاب التعليمية are not they cost a lot of money بتكلف فلوس كتير are بالرغم من هي ايه expensive careful silly effective طبعا effective فعالة. 21 smart learning helps students not knowledge to real life and enjoy every moment of study ان هما يربطوا ايه معرفة بالحياة صح يبقى benefit connect contact correct طبعا connect ان هما يوصلوا المعرفة بالحياة الحقيقية. number 22 through reading stories من خلال بقى قراءة القصص students learn about values emotions and أيوة culture متنساش الجمل دي يا جماعة أساسية في الوحدة دي مننساش خالص. في 23 to not is to form pictures or ideas in the mind about something ان انت تحط صور وافكار كده لحاجة معينة في مخك طبعا دي imagine من غير كلام يعني فين imagine اهي. 24 to take someone away by force انك تاخد شخص كده تبعده بعيد take away يعني تبعده بعيد by force يعني بالقوة is to them هتكون طبعا اللي هو يخطف اللي هو kidnap. number 22 Palu told Mowgli طبعا ده في القصة not for the hunting ground طبعا respect ان هو يحترم for the hunting grounds الأرض بتاعت الصيد. okay number 26 Mowgli was grateful طبعا تاخد حرف الجر ايه for grateful for the loyalty of his friends. 27 choosing a space without distraction انت بتختار مكان من غير اي ايه تشتتات like TV or loud music helps students بيساعد الطلاب ايه نقط better and remember information for longer. students to ايه cooperate concentrate relate tolerate طبعا concentrate يعني يركز يخليهم يركزوا عشان ما بيكونش فيه ايه مشتتات وكده. آخر حاجة our brains need time to not information to forget memorize process delete بيحتاج وقت عشان memorize اللي هو يتذكر المعلومات. ندخل على اللي بعد كده 29 starting any task قبل ما تبدأ أي مهمة set small نقط goals هتحط جولز مالهم achievable achieve achieving achieves طبعا achievable goals يعني قابلة للتحقيق أهداف قابلة لإيه للتحقيق. number 30 reading books قراءة الكتب نقط thinking skills improves vocabulary gives thinking ولا builds ولا ignores ولا escapes طبعا builds بتبني مهارات التفكير. number 31 one of my weaknesses is vocabulary weaknesses يا جماعة يعني نقاط الضعف أحد نقاط الضعف اللي هي vocabs I am not with new vocabs I am supposing struggling supplying processing طبعا struggling. 32 reading books helps with mental growth physical shy practical طبعا mental قراءة الكتب خاصة بالعقل. 33 playing puzzles helps improve your not skills and concentration هتبقى ايه mental برضو mental. number 34 you need good انت محتاج ايه good ايه to finish your homework without getting distracted من غير ما ايه ما تتشتت good participate concentration express physical طبعا انت محتاج good concentration تركيز كويس عشان تنهي الواجب من غير أي ملهيات. 35 all students should not in the school sports day لسه واخدين يا جماعة الكلمة دي اللي هي participate in هي participate in. 36 if you not milk and chocolate you get chocolate milk إذا أنت إيه دمجت بقى فين يدمج هنا follow participate combine draw طبعا combine. 37 using not helps students remember new vocabulary using flashcards
effect flash sport طبعا flash cards اللي هي البطاقات بتساعدك ان انت تتذكر الفوكاب. 38 educational games give feedback يا جماعة يعني بيقول رأيه في الآخر and keep students lazy motivated inactive sad طبعا بيخليهم motivated. 39 the new English app is very not it lets students بيخلي الطلاب talk and play learning games together. يبقى الاب ده ايه؟ anxious interactive useless meaningless طبعا interactive. الاب ده معناه ايه يا جماعة؟ تفاعلي. احفظ معايا الكلمات المهمة دي بعد ما نخلص اوعدك انك هتحفظ كل الكلمات من خلال شوية الاختيارات الحلوين دول. 40 before the exam many students feel not and can't sleep well ما بيقدروش ايه يناموا كويس. meaningful empathize anxious interactive أكيد anxious هنا يعني قلق يا جماعة بيشعروا بالقلق. 41 helping others makes our lives more not and full of purpose. word anxious meaningful lazy بتخلينا more meaningful طبعا and full of purpose. عندك يا سيدي في 42 she wants to have a not conversation not just small talk. هي كانت عايزة to have a quick لا طبعا boring meaningful meaningless طبعا هو كانت عايزة meaningful talk يعني كلام ذات معنى دي معناها ذات معنى. اللي بعد كده regular practice يعني التدريب المنتظم effective قلنا effective يعني فعال. طيب 44 close your eyes اقفل عيونك and نقط you are walking on the moon وتخيل طبعا فين تخيل هنا imagine. 45 the children loved the colorful نقط in the online story احنا عايزين the colorful animations احنا عايزين noun. 46 to get the verb from the noun memory you add the suffix غير اللون هنا you add the suffix ايه بقى memory memorize. the synonym of the word tough is tough يعني حاجة خشنة أو صعبة أو كده easy soft calm difficult طبعا difficult. 48 the antonym of the word anxious is worried nervous calm excited طبعا عكس قلقان إن هو إيه هادي calm. the prefix un gives the نقط of the adjective طبعا opposite بتعكس الكلمة بتاعت الصفة. the suffix apoe changes verbs into بتخليه يتغير من verb to طبعا adjective. ناخد بقى شوية rewrite. طبعا موضوع الوحدة التامنة كان عن الروابط الحلوة دي روابط التضاد however و but while و although والحاجات دي. يلا بينا. أول واحدة محلولة ناخد number 2 while بالرغم من technology helps learning it can replace good teachers. بالرغم من التكنولوجيا ساعدت جدا في التعليم ولكنها مش هتقدر تستغنى عن أو تستبدل المدرسين. فقال لك however كل اللي أنا هعمل أجي في النص هنا هشيل الكومة وأحط بدلها full stop وأكتب however وأعمل كومة وأحط الجملة التانية. شوف كده هعمل إيه أقول technology helps learning واحط النقطة تمام واكتب however احط بعدها كوما واحط الجملة التانية عادي it can't replace good teachers. طب قالك استخدم but while he was tired he stayed up late to finish his homework. بالرغم انه كان تعبان هو استنى او سهر لمتأخر علشان يخلص الهومورك بتاعه. فقالك استخدم but انا هشيل while واحط but في النص وخلاص اهو واقول he was tired
but he stayed up late to finish his homework. ولكن استنى أو سهر عشان يخلص الواجب بتاعه. طيب قال لك هنا استخدم but في رقم 4. I love sports. أنا بحب الرياضة. however my brother loves music. وهنا هعمل ايه؟ هشيل however اهوت واحط مكانها but، بس خد بالك هعمل قبلها كوما واقول I love sports but ولكن my brother loves music. تمام، سهلة جدا. نيجي على number 6 استخدام although بالرغم من he did a good job he wasn't rewarded. بالرغم ان هو عمل وظيفة كويسة او شغل كويس هو ما اتكافئش. قالك استخدم but. هعمل ايه؟ هشيل although من الاول واروح جاية بعد الكوما حتى but واقول ايه؟ he did a good job but he wasn't rewarded. سهلة. نيجي بقى في number 8 he studied a lot. هو ذاكر كتير but he didn't get high score. هو ذاكر كتير ولكن ما حصلش على high score يعني درجة عالية. قال لك استخدم while. هستخدم while في الأول يبقى أنا أشيل but منين؟ من النص وأحط while فين؟ في الأول وأقول وأنزل الجملتين عادي جدا. while she studied a lot, comma she didn't get a high score. كل اللي أنا عملته شلت but من النص يا جماعة وحطيت while في الأول ونزلت الجملتين دول زي ما هو، ما عملتش تبديل ولا حاجة. طيب number 9 although بالرغم من he did a good job they didn't reward him. وقال لك استخدم while. سهلة أوي. هروح شايلة although وحاطة مكانها while وخلاص أهو. while he did a good job بالرغم ان هو عمل شغل كويس they didn't reward him. خدها قاعدة يا شباب، الاتنين بيساووا بعض يبقى نزل الجملتين زي ما هم. number 10 بيقول لك games improve memory. الألعاب بتحسن الإيه؟ الذاكرة. not only games are educational. مش كل الألعاب بتكون إيه؟ بتكون تعليمية. فبقول لك استخدم however. هعمل إيه؟ هروح جاي في النص هنا وهحط however. هحط الجملة الأولانية عادي خالص اللي هي games improve memory واحط نقطة واروح حتى ايه however واحط كوما واحط الجملة التانية not all games are educational واكمل عادي جدا. في number 11 stories make learning fun. القصص بتخلي التعليم مرح. تمام. some students prefer facts and numbers. ولكن في بعض الطلاب كده بيحبوا الفاكتس والنمبرز. وقال لك استخدم while. بمنتهى البساطة حط while في الأول وهنزل الجملتين دول عادي. while stories make learning fun وحط كوما some students prefer facts and numbers. في number 12 technology engages students. بيربط كده بتربط او بيخلي الستودنتس ايه مرتبطين كده بالعمليه التعليميه. schools need proper equipment. ولكن المدارس عايزه proper هنا يعني مناسب، ادوات مناسبه. بمنتهى السهوله اشيل النقطه في النص واحط بات في النص اهيت. all technology engage students ولكن but schools need proper equipment. Fun methods work well. They require teacher training. برضو نفس الحكاية حط but في النص. I like pizza but I don't like pasta. وقال لك حط although في الأول مش هنغير حاجة أهو. وأحط الجمل التانية عادي جدا. ندخل على revision unit 9. نبدأ طبعا بإيه؟ نبدأ بالدايلوج. فبيقول لك a student is asking his teacher for advice. في طالب كده بيسأل مدرسه على نصيحة. فالستودنت بيقول I have no motivation يا شباب يعني دافعية. فبيقول لك التيتشر بيقول إيه؟ what not do you have. طبعا what feeling هو بيقوله I feel فالواد بيقوله I feel stress. بشعر بإن أنا قلقان جدا وكده أو مضغوط when I think about my future لما أجي أفكر في المستقبل. يبقى what feelings
do you have. طيب فالتيتشر بيقول له there are many نقط so take your time. هيقول له مثلا في اختيارات كتير. there are many choices. في اختيارات كتير. فالستودنت قال له I feel نقط when things go wrong. أنا بشعر بإيه لما الحاجة تطلع غلط. يبقى مثلا I feel stressed. بشعر بتوتر أو أشعر أنا متوتر أو مضغوط لما حاجة تطلع غلط. فالتيتشر where do you think you can find more. فين ممكن تلاقي معلومات أكتر يعني more informations. ف هحط question mark. فبيقول له I don't know what to do. يعني أنا مش عارف أعمل إيه. فقال له you can start with small activities. ممكن تبدأ بأنشطة كده صغيرة. فالواد قال له I am afraid I will choose wrong. أنا خايف أختار غلط. الواد شكله كده متردد وكده. فالتيشر قال له each step helps you learn more. كل خطوة أنت هتعملها هتساعدك كتير قوي. فالستودنت قال له I hope I can do better. أتمنى إن أنا أعمل أحسن. فالتيتشر قال له you can keep trying. طبعا هنا التيتشر بيشجعه وكده. طيب ندخل على البوكس. بيقول لك هنا ايه read and complete the text with the words in the box. فبيقول لك هنا leadership degrees communication marks highlight. يلا بينا نقرا وحاول تحل قبل ما انا احل. job profiles often mention the specific skills needed. طبعا احنا عارفين الجوب بروفايل البروفايل بتاع الوظيفة بتاعتك او عامل زي السي في الصغير كده فيه كل السبيسيفيك سكيلز مهاراتك الخاصة اللي انت محتاجها such as نقط teamwork problem solving. طبعا such as communication زي مهارات التواصل communication. وكمان and sometimes كمان واشيلها كده and sometimes كمان leadership القيادة. عندك قيادة أو لأ leadership. و they also نقط qualification. ممكن highlight إن أنت بيلقي الضوء على ال qualification بتاعتك اللي هي المهارات أو المؤهلات اللي معاك like university مثلا زي university degrees الدرجة العلمية اللي أنت حاصل عليها و certificates or technical training. طيب ندخل بقى على number 2 satisfaction اللي هو الإرضاء decision stress the growth. يلا بينا. work plays a vital role. يعني ايه vital يا مس؟ يعني important or serious يعني حاجة مهمة كده in life. choosing the wrong job اختيارك للوظيفة الخطأ can cause ممكن يسبب ايه بقى؟ ممكن يسبب ايه؟ can cause stress يسبب ضغط. ماشي and disappointment. خلي بالك أنا محتاجة هنا النوم لأن هنا عندك disappointment اللي هو الإحباط ده noun وبعدين cause بيجي وراها النوم. أوكي. however the right choice وبرغم من ذلك إن الاختيار الصح can bring success بيجيب لك النجاح and personal satisfaction. تمام. and long term growth اللي هو النمو المستمر. therefore ولهذا students should carefully explore تستكشف options before making a final طبعا decision about their future. okay. ندخل بقى على اللي بعد كده. عندك challenging responsibilities successful fail و ambitious اللي هو طموح. شخص ambitious يعني عنده طموح كده وعنده شغف للحاجة. فبيقول لك I want to be a teacher. أنا عايزة أكون مدرس in the future في المستقبل. It's a very not job. a very successful job. وظيفة ناجحة جدا because you have to help students every day عشان أنت محتاج إنك تساعد الطلاب كل يوم. I know it will be not هتكون challenging. it will be challenging حاجة تحدي يعني أو حاجة تكون صعبة شوية إن أنت تساعد الطلبة كل يوم. but I am not but I am I am ambitious. أنا طموح ambitious. okay and ready to work hard وجاهز إن أنا أشتغل بجد. teachers have many important عندهم important responsibilities.
as such as teaching and caring for students. I believe being a teacher is a truly rewarding career والوظيفة ديت وظيفة مجزية جدا. طيب ندخل على اللي بعد كده. في اللي بعد كده يا شباب بيقولك هنا ايه mechanic solve useful vehicles traffic. فبيقولك choosing the right career is one of the most important decisions. اختيار الوظيفة الصح ده من أكتر القرارات المهمة في الحياة. My name is سمير. اسمي سمير. I am not I repair cars. يبقى أنا mechanic. بصلح العربيات and not technical problems and طبعا solve بحل المشاكل التقنية. so people rely on. خلي بالك ان rely on يعني يعتمد على. الناس بتعتمد عليا طبعا on me whenever their not break down vehicles. لما المعدات بتاعتهم break down يا شباب يعني تتعطل مش تتكسر. this makes me. ده بيجعلني feel بقى بشعر عندك useful ان انا شخص مفيد and respected ومحترم. خلصنا شوية الحاجات دول ندخل بقى على على choice. فنمبر 1 بيقول لك the duties الواجبات and tasks someone must do or are called بتسمى طبعا responsibilities. Number 2 the work someone does through their life is their الحاجة اللي بيشتغلها اسمها career. Number 3 the an engineer's job وظيفة الانجينير profile involves بتحتوي على بقى ensuring not in the workshops and factories. ensuring بتأكد على طبعا السيفتي. خلي بالك ان السيفتي هنا يعني الأمن والأمان أو الأمان والسلامة. واخد بالك. طيب ندخل بقى على number 4. في number 4 بيقولك job profile highlights not such as degrees, certificates or technical training لسه قايلين عليها اللي هي qualification. Number 5 understanding job فهم الوظيفة job profile بتاع الوظيفة helps young people بيساعد الناس الصغيرين أو الشباب know as their future career إن هم بقى complete ولا combine choose conclude طبعا إنهم يختاروا وظيفة المستقبل بتاعتهم. 6 the antonym of the word عكس كلمة exciting is طبعا boring. A bus driver must stay focused on. Many people depend on buses to not to their workplaces. خلي بالك انت عندك حرف الجر to يبقى انا هختار هختار get. ليه؟ لان get بتاخد حرف الجر to. طب ريتش يا مس، ريتش يا شباب مش بتاخد حرف الجر خالص. طب وarrive بتاخد in او بتاخد at. طيب عندنا بقى في number 9 cooking is my mother's not so she loves her kitchen. يبقى passion الشغف بتاعها. journalists should always stay not and careful mindless careless طبعا priceless طبعا mindful. number 11 choosing the wrong career can lead to يا شباب يعني تقود لي. اختيار الكارير الخطأ بيقود لإيه؟ disappointment happiness success wealth طبعا disappointment. 12 not can suit يعني يناسب suit you well if you enjoy problem solving and using technology. بقى لو انت مهتم بقى في حل المشاكل واستخدام التكنولوجيا يبقى البروجرامينج الشباب اللي بيحبوا الموضوع ده. number 13 young people should consider job يعتبر الوظيفة not in the future job opportunities. خلي بالك ان كلمة opportunities يعني فرص. طيب 14 بيقولك the right choice الاختيار الصح of a job can bring success ممكن يجيب لك النجاح and long term أنا لسه حالينها من شوية long term satisfaction. what pushes you اللي بيدفعك push هنا يعني to do something and helps you keep going بيساعدك ان انت تستمر until you succeed
حتى إن لغاية ما تنجح is your A طبعًا motivation. The act of hurting someone who hurt you first. التصرف اللي أنت بتأذي حد أذاك الأول is to طبعًا A revenge الانتقام. 17 a big fire يعني نار كتيرة جدًا. The whole building yesterday طبعًا ruined اتدمر. Number 19 if you enjoy not service you can work in community service. enjoy إيه؟ personal public local international طبعًا هيكون public service. project management إدارة المشروع. طيب 21 a job feels more meaningful when it fits your values valuable things achieves. طبعا الوظيفة بتاعتك ممكن تكون ذات معنى لما تناسب ايه بقى تناسب your values قيم. teaching is a very not career is a very rewarding career. Number 23 a teacher can inspire يعني يلهم students and make them confident وخلوهم واثقين جدا not their abilities في confident about their abilities قدراتهم. في 24 reading books helps with not growth mental growth النمو العقلي. she is so not that she can speak in front of strangers ما بتقدرش تتكلم قدام الناس الغريبة يبقى shy. the teacher invited science not to talk to the class طبعا science expert خبراء علوم. بص يا سيدي الصفحة دي اعمل لها سكرين شوت اهو انا حليت معاك نص وانت حل بقى النص التاني. ندخل بقى يا شباب على شوية ريرايت. عندنا القاعدة بتاعت unit 9 so therefore as a result وبكوز والحاجات الحلوة دي اللي هي الروابط اللي بتربط ما بين السبب والنتيجة. ويلا بينا ندخل على number 2 لأن number 1 محلولة. فبيقولك في number 2 he didn't come to school because he was ill. هو ما جاش المدرسة عشان كان تعبان. قالك استخدم so. أنا هشيل because أهي وأحط so وهبدل جملتين وأقول he was ill كان تعبان so يعني لذلك وأحط وراها النتيجة بتاعتها didn't come to school. سهلة جدا. تعالى بقى في number 4 علشان number 3 محلولة. قالك ايه since خلي بالك ان since بمعنى because since it was raining heavily علشان الدنيا كانت بتشتي جامد the match was cancel هنا اتلغى. حلو كده الماتش اتلغى. قالك therefore شوف انا هستخدم therefore ازاي. هشيل since في الاول واحط therefore معناها ولذلك الماتش اتلغى. اروح جايبه مش هغير حاجه مش هبدل حاجه اروح جايبه الجمله الاولانيه عادي زي ما هي it was raining heavily عادي جدا. خد بالك من اللي هعمله دلوقتي واحط فاصله منقوطه واحط بعدها therefore ماشي وبعدها كوما والجمله التانية عادي خالص the match was cancelled الماتش اتلغى. طيب number 5 he succeeded as he studied hard. قالك استخدم as a result برضو عكسها هشيل as غير اللون بس عشان يبقى الأمور واضحة. هشيل as واحط مكانها as a result وهنا هبدل الجملتين يعني هبدأ بإيه يا مس؟ هبدأ ب he studied hard هو ذاكر كويس وده كان سبب واحط فاصلة منقوطة واحط as a result كنتيجة بعدها كوما واحط الجملة الأولى اللي هي he succeeded هو نجح يعني علشان كده هو نجح. طيب في number 6
في number 6 بيقول لك هنا إيه؟ The streets الشوارع were full of water مليانة بالمية so we couldn't go out. احنا ما قدرناش نطلع بره. قال لك استخدم because. أشيل so وأحط because مكانها، بس هبدل الجملتين الاتنين عكس بعض وهبدأ بجملة we couldn't دي نتيجة we couldn't go out because علشان بيجي وراها السبب علشان the streets الشوارع were full of water مليانة بالمية. number 7 they played well هما بيلعبوا كويس therefore لذلك they won the cup علشان كده هما كسبوا. كانت النتيجة ان هما ايه؟ كسبوا. قالك because برضو زيها يا شباب therefore عكس because بيجي وراها السبب يبقى انا هشيل therefore من النص واحط مكانها because وهبدل الجملتين. هبدأ بايه؟ هبدأ ب they won the cup هما كسبوا خدوا الكاس because علشان ايه؟ they played well عشان الناس دي كانت بتلعب كويس played well. طيب في number 8 we didn't go to school due to علشان أو راجع إلى the heavy rain اللي هو المطر الغزير. في سبب إن إحنا مخليناش نروح المدرسة والسبب ده جاء بعد كلمة due to وقال لك استخدم since والاتنين بمعنى واحد وهنكتب بس هنشيل due to وأحط مكانها since وكده وأقول إيه we didn't go to school since منذ the heavy rain أو علشان the heavy rain. number 9 في number 9 بيقولك the streets were wet الشوارع كانت مبللة because it rained عشان الدنيا شتت. نفس الحكاية برضو قالك استخدم therefore يعني لذلك وبيجي وراها النتيجة يبقى طبعا هنشيل because وهنحط therefore بس هبدل الجملتين وأقول it rained الدنيا شتت ده سبب وأعمل فاصلة منقوطة وأحط therefore يعني النتيجة لذلك بقى إيه اللي حصل؟ أحط كوما the streets were wet الشوارع كانت مبللة جدا. في number 10 we stayed at home because it was raining احنا فضلنا في البيت عشان الدنيا كانت بتشتي as a result. شلنا هنشيل because we as a result بيجي وراها النتيجة زي ما احنا متعودين يبقى هنبدل جملتين وهبدأ بإيه it was raining وفاصلة منقوطة as a result وكان نتيجة لذلك وحط كوما we stayed at home. هسيب لك الأربعة دول تبقى تحلهم في الكومنتس نفس الفكرة. احنا كده خلصنا مراجعة نصف المنهج للترم الثاني للصف الثاني الإعدادي. لو عجبك الفيديو أو استفدت شير ولايك وسبسكرايب. أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.